اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لاف تويز اند كروشيه. احنا كنا عملنا الشنطة اللي بلون الرصاصي، ودلوقتي طلبتوا مني اعمل الشنطة السمرة دي السوداء بالطريقة دي. هي كل الحكاية انه احنا بس الاختلاف كان بين الشنطتين الجنب بتاعها، وانا هعمل نفس الجنب ده كده بس الطريقة دي. شايفين؟ انت تقدري تحطي مكياجك بيها، لان الروج اي حاجة انت تقدري تحطي فيها حاجتك كده وتمسكيها بالطريقة دي. شكلها حلو وشيك جدا، وممكن طبعا تزيني بخرز زي ما انت تحبي كده بالطريقة دي، تحطيها كده في النص، وممكن تزينيها من فوق من الناحيتين زي ما تحب. واحنا طبعا هنحتاج لفوم جليتر، لز، مسطرة، مقص، قلم رصاص، ومشبكين عشان اللز. يلا بينا نبدأ. انا هتني الفوم كده بالنص، ماشي، وهاخد المسطرة وهقيس كده، هجيبها كده في البداية، هقيس هتطلع معايا 20 سنتي، وانا هعلم هنا عند 14 سنتي وهنا عند 7 سنتي، وبعدين هاخد كده واسطرها كده بالشكل ده. دلوقتي انا هاخد من الناحية دي التانية كده 2 سنتي لغاية 2 سنتي كده، هعلم من هنا برضو 2 سنتي وهعلم، هسطر تاني بالطريقة دي. انا كده عملت اول فتحة، هقلب للناحية التانية وبرضو زي ما عملنا في الاولى كده، هعلم عند 14 سنتي وعند 7 سنتي كده، وهسطر بينهم عشان اعمل الفتحة التانية اللي من الناحية التانية. هنزل هنا 2 سنتي ومن هنا برضو 2 سنتي، هسطرهم برضو كده، هقفل المستطيل ده بالشكل ده. انا كده بقى عندي 2 مستطيل عشان اعمل الفتحة الماسكة دي. دلوقتي هجيب انا الفوم، انت تقدري كده بس تعملي خرم كده من هنا من 4 الزوايا، خرم هنا خرم هنا كده من الناحية التانية. شغلنا طبعا كله على الناحية التانية مش على ناحية الجليتر. بالشكل ده هجيب المقص ادخل كده، هبدأ اقص المستطيل ده. انا كده اتكونت عندي الفتحة بتاعت مسكة الايد. هعمل برضو نفس الحاجة من الناحية التانية.
وده كده من بعد ما قصينا الناحيتين اهو اتشكلت عندنا الشنطة. انا هقلبها كده الناحية التانية، وانا هلزق من الناحية دي ومن الناحية دي كده شوية، وهسيب ده الفراغ مفتوح عشان لما اجي احط جليتر في لون تاني او نفس اللون زي ما تحبي انتي تقفليها من الناحية دي. انا هجيب اللزق ده هحط هنا كده وهلزق بالطريقة دي. هو هياخد معانا كده دقيقتين لغاية ما ينشف، وانا هحطه المكشبك كده عشان ايه يلزق. هروح الناحية التانية واللزق ده حتى لو مسكتيه بايدك مش بيلزق في ايدك، ما تخافيش بيطلع بسهولة يعني. كده احنا سيبنا الفتحة دي عشان ايه نحط لون تاني او نفس اللون زي ما تحبي، ونقفل الناحية دي هتبقى كده زي دي. انا هسيب دي تنشف، وانا هنا محضرة واحدة باللون الازرق اهو وقفلاها في اللزق. دلوقتي زي ما انتوا شايفين عايزين نلزق كده. انا هقص كده طبعا جبت اللون الرصاصي عشان هحطه معاها. دلوقتي هجيب اللزق تاني وهعمل ايه، هلزق الطرف كله. انا هاخد الناحية التانية كده وهثبتها كده واسيبها تلزق كده الناحية دي. هاخد كده كمان هقص برضو للناحية التانية، يعني هنقص كده. تعال نقول هلزق برضو الطرف التاني زي ما عملنا الطرف الاولاني كده. ممكن تعمليه بايدك يبقى اسرع. زي ما قلت لك اللزق ده ما تخافيش منه لانه بيطلع بسهولة جدا، هو بيتقشر بس بنفس الوقت هو كويس جدا جدا. انا هسيبها شوية كده دقيقتين لغاية ما تنشف وبعدين هنقصها مع بعض. دلوقتي من بعد ما لزق احنا هنقص كده على نفس الشكل بتاع ممكن تقصيها دلوقتي كده زي تقصي الزيادة وبعدين تظبطيها انتي. اهو كده بالشكل ده. هنعمل الناحية التانية برضو بنفس الطريقة.
بصي بشكل بيضاوي. بالشكل ده. ودي كده الزيادات دي كلها اللي فضلت عندك انت ممكن تستغليها بحاجات تانية مش ترميها يعني. والشنطة عندي كده خلصت وبقت بالطريقة دي. كده تحطي فيها مكياجك. هتحطي طبعا فيها زي ما قلنا اي مكياج عندك، روج، وتمسكيها بالطريقة دي. شكلها لطيف وجميل وحلو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت. لو في اي استفسار اكتبوا لي في صندوق في الكومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمرا من بعد ما عملناها زي ما قلنا لكم تقدري تزينيها بالشكل ده. تقدري تحطي فيها مكياجك وحاجات ياما. انما دي بقى الشنطة الزرقاء دي مش مثبتاها، بس انا وريتك الطريقة ازاي تعمليها كده. الاتنين بصراحة عجبوني قوي كده شكلهم. اتمنى يكون عجبكم. استنونا في فيديو جديد. باي باي.